السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هعمل طاجن ريش ضاني بالخضار. الخضار عندي اللي هو البطاطس والجزر وفلفل ألوان وبصل وتوم. وريش الضاني هتتبل في ماء بصل وماء طماطم وملح وفلفل وجنزبيل وبابريكا وروزماري وزعتر. مية البصل ومية الطماطم عملتهم ازاي؟ بصلاية وطماطمية وضربتهم في الخلاط وصفتهم عشان ميبقاش فيهم تفل ولا أي تكتلات. بقى عندي مية البصل ومية الطماطم بحطها على الريش الضاني وأتبلها أقل حاجة نص ساعة، لكن برضو ممكن أعملها من بالليل للصبح وبقت التتبيلة وأتبلها. بعد كده هنشوف طريقة التسوية. لتسوية الريش بجيب صينية فيها مادة دهنية زيت على سمن ويكون الزيت سخن، وبجيب الريش واحطها علشان تاخد لها تشويحتين تحمر. الريش اتحمرت وقلبتها. عندي السائل اللي انا تبلته فيها بحط شوية شوية بالشكل ده، وهوطي النار عليها وأغطيها بغطاء مكتم علشان الريش تستوي. كل ما السائل ينشف أحط تاني قليل من السائل علشان تستوي. في تجهيز البطاطس صينية فيها مادة دهنية زيت على سمن وانزل بالبصل. البصل خد تشويحتين بنزل بالثوم، البهارات ملح وفلفل وجنزبيل، انزل بالبطاطس والجزر. الخضار خد تشويحتين بنزل بمعجون طماطمتين، اغطي عليها. الخضار يستوي 3/4 تسوية والريش 3/4 تسوية، وبعدين نكمل الطاجن. البطاطس دخلت في التسوية بنزل بالفلفل الالوان. الريش استوت بطفي عليها، وعند الطاجن بحط البطاطس وعليه الريش وبحطه في قلب الفرن. ان شاء الله لما يطلع هنشوف شكله ازاي. جهزت الطاجن وعندي بصلة مدعوكة بملح وفلفل احطها على الوش وادخل الطاجن الفرن. ده طاجن ريش الضاني بالخضار جميل جدا وريحته جميلة جدا. بيتقدم مع رز بسمتي بالسمنة البلدي والزعفران. بصراحة الصنف جميل، جربوه. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله.